مرحبا بكم في قناة الباحث عبد الله الحسيني على اليوتيوب، حيث نبحر معا في أعماق النصوص التاريخية والدينية لاستكشاف معانيها وأسرارها. اليوم نتناول موضوعا يثير الكثير من الأسئلة والتأملات: ما معنى كلمة الروح في القرآن الكريم؟ في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. من المزالق التي يقع فيها من يقرأ نصا تاريخيا كالقرآن الكريم تحميل المفردات معان جديدة تتداول اليوم. إن الكثير من المثقفين لا ينتبهون إلى أن اللغة العربية كغيرها من اللغات، حتى لو تم تحنيطها وتقييدها عبر قواعد النحو، إلا أنها تظل خاضعة للتحول المستمر في حمولات المفردات. فكما أن أسماء الأعلام، خصوصا أسماء المناطق والدول، تتغير مدلولاتها ومسمياتها عبر مرور الأجيال، كذلك أسماء المجردات في النص الديني تعرضت للصيرورة التحولية الحتمية. فالروح التي هي في عرفنا الحالي تعني الجزء الميتافيزيقي من الجسم، والذي حين يفارقه يقع الموت. هذه الروح كانت تسمى في الاصطلاح القرآني بالنفس، فيقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. بينما ظلت مفردة الروح تحمل بعدا لاهوتيا مسيحيا بالخصوص، وتعبر عن الأقنوم الثالث في مثلث اللاهوت: الآب، الابن، الروح القدس. إن وجود مفهوم الروح القدس في الإسلام هو موضوع يستحق الدراسة المعمقة، إذ أن ارتكاز التثليث عليه كركن ركين في العقيدة، إذ هو ثلث الألوهة ومصدر الوحي لرسل المسيح الذين كتبوا الأناجيل، وليس الملاك جبريل كما في الإسلام. هذا الارتكاز ربما يوحي إلى وجود دور له في المذاهب التي دمجت بين اليهودية والمسيحية، أي اليهو مسيحية كمذهب الأبيونية وغيرها. وبالعودة إلى الروح في القرآن الكريم نجد إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في النص القرآني: قل الروح من أمر ربي، تنطبق على معضلة هوية هذه الروح أو هذا الروح الذي لا هو بملاك ولا بإله كامل، إذ أن السائلين أقل بكثير من أن تتوقع منهم أسئلة ناضجة وتأملية، خصوصا أن المسؤول رجل يمثل ديانة لا علم. وكلمة من أمر ربي تعني أن الروح القدس يتنزل كما تتنزل الملائكة بأمر الرب، وليس من تلقاء ذاته، وهذا يقطع مع كونه ثلث إله، أو من كونه المعزي الذي قال عنه المسيح كما في الإنجيل أنه سيبعثه لأتباعه بعد وفاته. والشاهد على هذا من القرآن أن كل ذكر للروح يتلوها جملة من أمر الرب أو إذنه، تتنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم من كل أمر. أتمنى أن هذه الحلقة قدمت لكم إضاءات جديدة ومعرفة قيمة حول مفهوم الروح في القرآن الكريم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من المحتوى الثري والمعرفي. شاركونا آراءكم وأسئلتكم في التعليقات أدنى. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.